بقالي فتره بصحى من النوم الاقي شعري واقع جنبي، او مثلا في الحمام الاقي يعني كميه شعر مرعبه. فواحده صاحبتي قالت لي انا هديكي هديه، بس هديها لك مره واحده لانك هتدمنيها، وبعد كده انت هتشتريها وتشتري لي هديه، يعني معاكي هديه. قلت لها طب قولي لي ايه؟ قالت لي هجيب لك نوع من انواع الشامبو ما بيرغيش. فقلت لها طب انا ازاي احس كده ان انا شعري نضف غير ما كانتش الرغوه كده تبقى كتير قوي في شعري؟ فقالت لي ما هي بقى المشكله في الرغوه دي، الرغوه دي مواد كيميائيه فيها داخل فيها يعني حاجات مضره جدا بالشعر. فجربي، مش هكذب عليكم، جربت ولاني حسيت بالفرق فحبيت ان انا اشارككم معايا. اتصلت بالهانم الجميله اللي مصنعه المنتج ده، وحبيت استفسر منها اكتر، فشرحت لي شرح كبير جدا جدا. والحقيقه هي تصنيعها مش من فراغ، الست دارسه حاجه معينه في اليابان، واخده كورس معين، فعلى الاساس ده هي بتعمل كل منتجاتها. وقالت لي انا مش بس عندي الشامبو الغير رغوي، عندي حاجات كتير جدا جدا. فدلوقتي برحب بخبيره الاروما ثيرابي ندى الهمشري. يا ندى ازيك؟ الحمد لله الحمد لله. بشكرك مبدئيا على الشامبو لان فعلا انا شعري ما بقاش يقع. طب الحمد لله والله اشكرك يعني الحمد لله بجد. عايز اعرف يعني ايه اروما ثيرابي؟ الاروما ثيرابي ببساطه عشان ما نخشش في مصطلحات معقده، هو العلاج بالزيوت العطريه. الزيوت العطريه دي غير العطور. يعني مش الزيوت اللي بيتصنع منها البرفيوم، لا، ديت زيوت علاجيه مستخلصه من نباتات والاعشاب بيور خالص، وبيبقى لها طريقه استخلاص معين عشان تطلع زيوت بيور بدون اي خلط. تمام. بيبقى لها تاثير رهيب جدا. هو ليها فروع كتير، انا متخصصه في فرع واحد بس اسمه العلاج بالاروما ثيرابي التجميلي. عندنا في جرين شوب من اول شعر الراس لحد ضوافر الرجل، مرورا بالرموش بقى والحواجب، كل حاجه، ستات ورجاله واطفال، لان حتى منتجاتنا ما فيهاش اي مواد مصنعه ولا كيميكال خالص ولا مواد حافظه، فبتستخدم حتى لحديث الولاده. يعني لو انا عندي بنتي صغننه مثلا شعرها في مشاكل، ممكن استخدم لها من المنتجات دي؟ طبعا. طيب انا عايزه بقى ايه واحده واحده. اوكي، قولي لي ايه المنتجات. انا اللي اكتشفته لوحدي وده اللي خلاني كلمتك قلت لك لو سمحتي الشامبو. وحقيقي زي ما بقول لك فعلا يعني وعلى ضمانتي شيء عظيم وملفت وبالتجربه. ايه تاني عندك؟ انا سمعت ان في عندك معرفش حاجه بالمانجا زبده المانجو هي جنبك. اوكي. دي الغطا بيتفتح، انا عايزاكي تشميها بس، ممكن تجربيها. بس حاجه قد كده، خامات خام 100% بدون اي مواد كيميائيه. بص الحجم، انا عايزه بس نوري الحجم قد ايه اللي نشوه حطيته. فتفوته هتلاقيها رطبت ايدك كلها. الله. والبشره بتمتصها على طول. مش بتلمع؟ لا. الخامات الخام البشره بتمتصها على طول. بصي عندي احساس كده انا يعني بغض النظر عن الريحه شبه زبده الشاي شويه. هي شبهها، بس هي احنا عندنا زبده شاي يا جماعه. مفيش اي لمعه خالص. يعني مفيش حاجه زي انا ما بحبش الحاجات اللي مزيته. يعني امتص لو حطينا كميه مظبوطه وعملنا مساج مظبوط، البشره بتشربها كلها، وفي نفس الوقت ما بتسيبش اي اثر دهني على البشره من بره. عندنا بالمانجو باتر، عندنا كمان شوجر سكراب. عندنا شوجر سكراب ده اللي صنفره يعني داخل فيه بس اللي عندنا في جرين شوب مختلف. هو جنبك واحد بس ده بالفراوله، احنا عندنا اكتر من 12 نوع. هو كله زيوت. لا مش عايزه، لا ده سكر يا ماما. كله زيوت طبيعيه، وفي اويل وفي فيتامين بيستخدم للوش وللشفايف وللايدين للرجلين للجسم. عندي المنتج بيعمل كل حاجه. اللي عندهم حاجات سودة بتبقى حوالين الشفايف بالذات في الشتاء. احنا داخلين على الشتاء وفي بلاوي بتحصل. انا عايزه اقول بس في الشتاء، فصل الشتاء ناس كتير بتهمله. فصل الشتاء لا اما هيكون سبب شباب بشرتك وشعرك، لا اما هيكون سبب مشاكل كتير قوي هتقعدي تعالجي منها سنين. فصل الشتاء بس لو اهتمينا صح ببشرتنا وشعرنا في فصل الشتاء هترتاحي
هترتاحي بمعنى احنا هترتاحي. بشرتنا الحياه بتبقى يعني اقول لك ايه، بتبقى فيها قشر وقشر وتشوهات أيوة. وغمقان ونشفان ونشفان. وشك بشرتك ناشفه خالص. هنرجع للمشكله اللي انت قلتيها ناشفه، السواد اللي لان دي حوالين من اخطر الحاجات اللي بتجيلي. ايوه. وسببها الاساسي عدم الترطيب. هو عدم الترطيب مع الجفاف مع بروده الجو مع طبعا بيخرجوا من غير صن بلوك ولا اي حاجه، بيعمل نشفان، تحس ان بشرتها مشدوده. طب انا استخدم ايه من عندك لو انا عايزه بديل زبده وشجري؟ بديل للصن بلوك؟ لا انا عندنا صن بلوك. عندك اول صن بلوك بيستخدم لحديث الولاده، لو عندك بيبي كده تقدري تحطه له بكل امان. كله بزيوت طبيعيه، ومش بس بيحمي المعامل الحمايه بتاعه بلس 50، وفي نفس الوقت هو بيفتح وبيغذي البشره وبيرطبها ترطيب هادي جدا.